السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناتكم الحياة سهلة مع بنت البلاد. كيف ما العادة غادي نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في واحد الموضوع اللي يعني مهم جدا، وبغيت نطرق ليه في هذا الفيديو. هذا بزاف ديال الاخوات وبزاف ديال الامهات بالخصوص كيتسائلوا على هذه القضيه ديال كرتون رمضان، يعني سواء على اليوتيوب او لا في منصات التواصل الاجتماعي. فبغيت نشرح واحد النقطه اللي خاصكم تبنيو عليها هذه القضيه هذه. بالنسبه لكرتون رمضان، شكون كيديرها؟ ماشي لاباس عليه او لا هذا فقير او لا هذا ما عندوش او لا. كرتون رمضان كتسهل علينا بزاف ديال الحوايج. كرتون رمضان كتكون عندي واحد من الاساسيات اللي خاصها تكون. الناس ديال زمان كانوا تيديروا بيت الخزين، يعني بيت الخزين. كاين اللي كانوا الناس بكري كانوا تيديروا يعني في العروبيات وسميتو، كان عندهم واحد الحفره اولا كيقولها مطموره، كتكون عندهم في الارض، يعني بحال شكل النطفيه او لا، يعني واحد الحفره كبيره كيكون عندها واحد البيب من كيهبط. يعني الانسان كيهبط كيقاد الزرع ديالو، يقدر يحط الحمص، العدس، الفول، الجلبانه، يعني هادشي كامل، الزرع، القمح، الدقيق، الروز، اي حاجه. كانوا تيحطوا القلات اللي تيكون فيهم دايرين فيهم السمن، كانوا تيديروا مثلا الزبده، بزاف ديال المواد اللي كانوا تيتحطوا، وكانوا يعني عارفين كل حاجه امتى غادي تستهلك. كانوا كيحطوا حتى هما جديد وكيهزوا القديم، وكيبداو نهار اللي كيكون عندهم واحد الظرف اولا مثلا جا عندهم واحد الضيف، ما كيتمحنوش اولا ما كيتمرتوش انهم يمشيو يخرجوا ويتقداو ويجريوا. بعض المرات كيكون بنادم يعني عيان ما فيه ما يخرج اولا ما عندوش، كتكون الاخر الشهر بنادم ما عندوش. فهكا هذه هي القضيه اللي تبنى عليها لحد الان. مازالين امهات كيديروا هذه القضيه هذه، ومنهم انا استفدت، منهم انا تعلمت. انا ما جيتش ودرت يعني مثلا هاد القضيه ديال التخزين او الستوك، ما جيتش ودرت هاد كرتون رمضان الا وانني جربتها ونفعت معايا، وقلت انني علاش لا ما نتقاسمهاش حتى انا مع الاخوات يعني المقتصدات، الناس اللي عزيز عليهم الاقتصاد وعزيز عليهم يعني كيف ما كنقولوا حنايا ديما نكونوا سباقين للحويجات اللي خاصهم ينفعونا. فبالنسبه لكرتون رمضان، كيف ما انا شرحت لكم في الفيديو، كيف ما كيشرحوا لكم بزاف ديال الاخوات، ماشي غير نجي ونبدا نحط، خاصني نفرز بين ستوك وبين كرتون رمضان. كرتون رمضان ماشي عباره، هي عباره عن كرتونه نبقى نجي ونحط فيها، نجي ونحط فيها اي حاجه عندها علاقه برمضان، مثلا حماص، العدس، هذه نجيب داكشي بالقياس. زائد ماشي بالضروري اني ندير كرتونه، كيف ما قلت ممكن ندير سطل ديال الحلوى، ممكن ندير بواطه، ممكن ايضا ناخذ يعني الا كان عندي الامكانيات ناخذ منظمات، يعني كل حاجه غادي نحطها في بلاصتها. فنشوف الحويجات اللي انا يعني اللي كنستهلكهم بزاف في شهر رمضان وناخذهم. فمن كنت من محبي يعني اللي كندير بزاف ديال الحريره الحامضه او الحريره الحمراء، نمشي نجيب العدس، نجيب الحماص، نجيب الشعريه، نجيب مثلا مطيشه، يعني مطيشه الحوك، او لا الا كنت كنديرها مثلا في البيت نخليه حتى يقرب شهر رمضان ونطحنها على اليد ونصايبها ونكون عارفه اشنو فيها. نوجد الحويجات اللي انا كنبغي. فمثلا من محبي الناس اللي كيديروا يعني البيتزات، فنحاول انني نحط اجبان، يعني مثلا الجبن اللي كان يعني عفوا الفرomاج اللي كندير في ديك البيتزا، نحاول انني نجيبو نحطو حتى هو في الفريغو، يعني في كونجيلاتور، نحكو نخليه حتى هو نوجدو. مثلا الناس اللي تيبغيو هكا يعني مثلا هذوك لي بات، يعني الناس يجيبوهم يعني يحطوهم. هذيك كرتون رمضان كنجيب وتنحط، تنجيب وتنحط، يعني الناس يعز عليهم خبيزات عامرين او لا هكا، يعني يعني باريزيان تيكون عامر، يعني نجيب طون، نجيب يعني داكشي اللي كنحتاج، داكشي اللي غادي انا نستهلك، ما نبقاش نجي ونحط. عكس ستوك فكنحط فيه
اي حاجه ممكن انها تطيح لي على البال وكنستعملها وكنستهلكها. مثلا السكر، الناس اللي يعني اللي مازال كيستهلكوا السكر، اتاي، قهوه، حليب، اي حاجه، اي حاجه كنحطها في ستوك. لا من ناحيه المواد الغذائيه ولا من ناحيه المواد ديال التنظيف، لا بالنسبه للدوش، بالنسبه مثلا للاواني، بالنسبه لاي حاجه طيح لك على بالك انني نجيبها نحطها. وما نجيبش عاوتاني بديك اللهفه، نبقى غنجيب ونحط نجيب ونحط نجيب ونحط. تما غاديه ونتكايس مع الميزانيه ديالتي. بحال مثلا هذا الشهر هذا غادي نتقدى التقديه ديالتي العاديه اللي كنتقدى. كيفاش غادي نبدا؟ بستوك. يعني بزاف ديال الاخوات كنشوفهم كيتسائلوا، حنا الميزانيه ديالتنا ما كتسمحش لنا اننا نديروا ستوك. بالنسبه للميزانيه ديالي راني يلاه كنتكافى معاها في الشهر، يعني مثلا في الشهر ككل. فكنجيب واحد الورقه والستيلو، ودائما كنركز لكم على هاد الورقه والستيلو، واحد لاجوندا، واحد الدفتر اللي كان يعني نجيب ورقه ونحطها حدايا ونكتب المواد اللي كنستهلك بزاف خلال الشهر. فاتي نشوف هذيك الباكيه شحال تديني، قهوه شحال تديني، الزبده شحال تديني، الخميره ديال الحلوى شحال غديني، الخميره ديال الخبز شحال تديني، القطاني الا كنت كنستعملهم شحال تيديوني، العطريه هكاك، اي حاجه، السكر، الزيت، اي حاجه يعني كنستهلكها خلال الشهر نكتبها. وقبل ما نخرج ندير واحد لا ليست، نكتبها شنو غنجيب شنو غنجيب شنو غنجيب شنو غنجيب شنو غنجيب. نكون عارفه شحال غادي نجيب وشحال غادي نخرج ديال الفلوس، زائد انني نجيب المواد الضروريه الاساسيه. الكماليات نخليهم هما الاخرين، ناخذ داكشي اللي كنستهلك وداكشي اللي اساسي. فملي نمشي عند مول الهري او في سوبر مارشي او اي بلاصه منين كنتقدى، غادي ناخذ هاد المواد. الا شاطت ليا مثلا واحد 5 دراهم، شنو تندير بها؟ غادي نجيب واحد الكريطينه ديال خميره الحلويات. خميره الحلويات 5 دراهم او لا ب4 دراهم ونص على ما اظن. كنجيبها وتنحطها. هذه كنقول يعني في راسي هذه ديال ستوك، يعني جبت باش غادي نخدم في الشهر، ولكن هذه ديال ستوك. مثلا خرجت قديت مثلا الخضره، شاطت ليا مثلا واحد 10 دراهم او واحد 20 درهم او واحد 15 درهم، غادي نمشي نجيب الخميره ديال الخبز، واحد الباكيه. غادي نمشي مثلا الا شاطت ليا ثاني شي 3 دراهم ولا 4 دراهم، غادي نجيب حاجه ونحط. كل مره نجيب حاجه ونحطها، كل مره نجيب حاجه ونحطها. ندير واحد البواطه او واحد الكريطينه او واحد السطيل او واحد المنظمه ونحطها ونبدا نحط فيهم. كل مره نجيب باكيه ديال الاتاي صغيره، مره نجيبها كبيره، مره نجيب قريعه الزيت، مره نجيب قريعه ديال الكوفيتير، مره كل مره وشنو غادي نجيب. وهكا غاديه وانا كنزيد في داك المواد ونحاول انني ما نقربش اليوم. عندي المواد اللي غادي نستهلك في الشهر، ما نقولش لا حكا راه كاينه واحد القرعه صافي ماشي مشكل ونبدا على التبذير، لا، هذيك دايره في بالي انها الستوك. مره نجيب شامبوان، مره نجيب صابون، مره نجيب مثلا سائل الاواني، مره نجيب مسحوق ديال الصابون ديال الحوايج، مره نجيب مثلا معطرات ديال مثلا سالي كروا ولا اي حاجه يعني كنستعملها. مره نجيب مثلا نص كيلو د الشعريه، مره نجيب نص كيلو ديال الحمص، مره نجيب رابعه، مره كل مره وشنو نجيب. ونبقى كنحط بشويه 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 كيف ما تدير النميله، يعني العام كامل وهي كتجمع. بحال هكا حنا تنديرو يعني دقه دقه حتى كيولي عندنا واحد البليصه اللي كتكون فيها المواد اللي كنحط فيها يعني الاساسيات ديال الستوك. الناس اللي مثلا كيستعملوا السكر، يعني نجيب عوض انني نجيب يعني بواطه، نجيب هذوك اللي تيكون فيها 6 ديال الكريطنات، فهذيك تديك مده. السنيده تاني هكاك، يعني نقدر نجيب واحد الباكيه او زوج ديال الباكيات، وحده نخدم بها وحده نحطها في الستوك. وكل مره نتم غاديه، كل مره وانا غاديه وكنضيف. الشهر الجاي ملي غادي نبدا يعني مثلا تقديت الشهر، غادي نهز وحده من الستوك
ونحط مثلا جوج في نهز وحده نحطها للخدمه وجوج نحطهم في السطوك وغاديه. زائد واحد الحاجه اللي خاصكم ضروري تردوا لها البال، وهي التاريخ. نشوف التواريخ ديال اي حاجه خديتها، ناخذ ليها التاريخ يكون بعيد باش هكا نكون انا مطمئنه. زائد انني حاطه واحد الحاجه اللي هي مازال غادي تديني واحد المده وما تفسدش معايا. هذا هو ستوك. ما نقولش لكم انا سيروا هزوا واحد القدر من الفلوس وسيروا جيبوا، لا. ما نقولش لك انا فلانه راه جابت وهذه راه جابت وهذه راه جابت حتى سيري جيبي، لا. نجيب المواد اللي كنخدم بهم انا. كنستعمل مثلا كنستهلك اللوبيا خلال الشهر، نمشي نجيب كيلو، نص كيلو غادي نستعملو ونص كيلو الاخر نحطو في السطوك. كنستعمل مثلا الحسوه، عز عليا الحسوه تنديرها في الصباح اولا في العشيه، نجيب واحد الكيلو نقسمو على جوج، واحد نحطو نخدم به والاخر يبقى في السطوك. هكا هذا هو السطوك. هذه هي يعني غادي بواحد التدريج انك غادي تحطي مثلا المواد الاساسيه في السطوك، والمواد اللي كتخدمي بهم غادي تحطيهم مثلا في شي بليصه هكا، يعني تكون باينه، يعني البليصات اللي كتحطي فيهم يعني المواد ديالك يعني كتخدمي بهم. مثلا فات الشهر يعني قربتي انك تمشي عند ملهري مثلا تقداي، اول حاجه قبل ما تخرجي ندير واحد الدويره في الكوزينه ديالي، نشوف شنو عندي، شنو اللي شاط ليا شويه ديال الاتاي، شاط ليا شويه السنيده، شاط ليا شويه السكر، شاط ليا شويه الشعريه، شويه هذه شويه 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 شويه. داكشي غادي نعبر ونعرف شحال غادي نجيب. مثلا شاطت ليا واحد الرابعه مثلا ديال الحمص، غادي نمشي نجيب انا نص كيلو. هذيك الرابعه غادي نحطها في السطوك، اولا نحط هذاك الكيلو في السطوك الا ما كنتش كنستعمل الحمص بزاف خلال الشهر، ونبدا نحط في السطوك. فكنتمنى ان الفكره تكون واضحه. هكا تنكبر هذاك السطوك ديالي وكنبقى غاديه بشويه بشويه وانا كنزيد في المواد، ومنحاول انني ما نكررش المواد زوج ولا ثلاثه المرات حتى نكمل الاساسيات. نجيب واحد جوج 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 اولا واحد 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 حتى كنسالي. مثلا نجيب الاساسيات من زيت، من مثلا القطاني، ما ننساش المواد التنظيف حتى هي نركز عليها مزيان. مثلا كيف ما قلنا نجيبو اتاي، سكر، سنيده، اي حاجه من الاساسيات، ونخلي الكماليات من بعد. في شهر رمضان نحاول انني ما نكونش مبذره. في شهر رمضان نحاول انني ندير وصفات وشهيوات اللي يكونوا طبيعيين صحيين اللي غادي نستافد منهم انا والاسره ديالي، ويستافد منهم تستافد منهم الصحيحه ديالي هي الاولى. فما نبقاش يعني غنطيب ونحطو من الجوج وانايا واقفه، ولا من الوحده كاين اللي من العشرة ولا من 9 وهي واقفه في ديك الكوزينه، ها المسمن عامر، ها المسمن خاوي، ها بالشحمه، ها اللي بلا شحمه، ها البغرير، ها العصير اللي بالحليب، ها العصير اللي بالليمون، ها الحريره الحامضه، الحسوه. كل مره واشنو دايره. وداك الشيء العين اللي كتاكل، العين اللي كتشوف، كنبقاو العين ما عمرها ما تشبع. ندير هذه في بالي، العين ما عمرها ما كتشبع. نحاول انني ننظم وقتي في رمضان، ننظم الاكل ديالي في رمضان. راه كيجينا غير شهر واحد في العام، هذاك الشهير راه الذات ديالنا كتستافد من هذاك الصيام. يعني جميع السموم اللي هزينا طيله السنه كتخلص منه بهذاك الصيام اللي كتصوم. ندير شهيوات ما فيها باسله، تشهيت واحد نهار مسمنات اولا واحد البغيرات اولا واحد مثلا الحيمات، اولا مره نحاول نكثر من الفواكه، من الخضر، من العصائر اللي يكونوا طبيعيين بدون سكر، بدون هذاك يعني المنكهات كيف ما كنقولوا حنا. كاين اللي كيزيدوا ياغورت، كاين اللي كيزيد منعش، كل واحد واشنو كيزيد في داك العصير. ما فيها باس مره او زوج في الاسبوع، ولكن ماشي يوميا. نحاول انني ندير غير عصير ديال البرتقال طبيعي بدون اضافات. كاين اللي كيدير ياغورت، كاين اللي كيدير منعش، كاين اللي كيدير واحد الغبره، كل واحد واشنو كيدير في داك العصير فكتشربيه. لا، ها هو بنين، ولكن الا جينا نشوفه صحيا راه ماشي صحي.
نحاول ما امكن انني ندير واحد الحاجه اللي غادي نستافد منها وتستافد منها حتى الذات ديالي. كيف ما قلت، نكثر من الخضر، نكثر من الفواكه، نكثر من الحويجات اللي غادي تعود عليا بالنفع، حتى النهار ديالي تيدوز بخير وعلى خير. نغتنم الفرصه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وانا يعني ماشي ما غاديش ندخل في ذاك الجانب، يعني كل واحد وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. غير هو وكان انني نستغل هذاك الشهر المبارك. علاش مديور للتقرب لله سبحانه وتعالى، ما مديورش للماكله، ما مديورش يعني نهار كامل وانايا واقفه صايمه، نجري هنا ونجري هنا ونجري هنا ونجري هنا في الكوزينه. ما كنصلي صلاتي في وقت، ما كندير دعاء، ما كنقرا قران، ما كنتصنت الحديث، ما كندير حتى شي حاجه مفيده من الجانب الديني. كنهضر في الجانب الديني، وكتلقايها مسكينه نهار كامل وهي واقفه ما كتصليش صلاتها في الوقت، وزيد عليها ملي كيوصل الفجر كيلقاها مهدوده صافي. بعض المرات كتسمح حتى في هذاك السحور ما كتسحرش، وكتلقاها نعسات حتى الصباح حتى كتصلي. وعلاش هاد الحاله؟ حنا عندنا غير شهر واحد، شهر واحد بنادم يصبر. نوض ندير قيام الليل، نصلي صلاتي، نقرا قراني، نسبح، نذكر الله سبحانه وتعالى، ننظم الوقت ديالي، نقاد اموري في هذاك الشهر ما يخرج حتى نكون انا كاسبه منه، كاسبه صحتي، كاسبه علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. وهنا عينوا ليا بزاف ديال الاخوات ويبقاو يقولوا لك لا، وكان ضروري ما خاصنا نديرو شهيوات، وضروري من ايه لا لا ديري شهيواتك، ولكن ما نكونش من مبدرين. انت باغا تقتصدي وباغا ان شاء الله تكوني ام صالحه وتكوني يعني مدبره بيت، راه ماشي بالشهيوات وبالتبذير بالاسراف، لا. نحاول ما امكن كيف ما قلت لكم في لا فيديو، في واحد لا فيديو كنت حطيته لكم، كتقول لك كاين بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي ولا راه ما كيبقاش لينا حتى الوقت، الكوزينه كتبقى مرونه، الدار مرونه، مقابلين غير الماكله. نحيدوا هذا الطبع هذا، نحاولوا اننا نتبدلوا واحد شويه ونبدلوا الفكر ديالنا. والفكر ديال رمضان راه متعلق غير بالماكله، لا نهار كامل وانا صايمه لا خصني ندير وخصني ندير وخصني ندير وخصني ندير. نحاول ما امكن ان الكوزينه ديالي نخليها كتشعل، يعني نجمعها نقادها. مع الصباح راه غادي يبقى لك الوقت انك تفيقي تصلي صلاتك، غادي يبقى لك الوقت انك تقري القران، غيبقى لك الوقت انك ديري دعاء، انك تسبحي، انك تصنتي الاحاديث، انك تفقهي في الدين ديالك، تبحثي على شي حوايج، على شي امور تزيدي تعمقي فيهم. من نوض انا الكوزينه حتى من ورا العصر، حتى من ورا العصر يأذن العصر نعقل على الصلاه ديالي هي الاولى، يأذن العصر نوض شنو غادي ندير؟ غادي ندير الشهيوات اللي انا بروغراميت عليهم وفايت ليا، قلت لكم ضروري ستيلو ورقه ونحط. غدا غادي ندير مثلا حريره، غادي ندير مع كويس ديال اتاي، غادي ندير معاها بطيبطات، غادي ندير معاها البيض، غادي ندير معاها عصير التمر، غادي نحط معاها شويه سلو، الله يجعل البركه. وندير واحد الطويجين ديال مثلا ديال الخضره مع اللحم، اولا مع مثلا الدجاج اولا حوت اولا داكشي اللي بغيتي نديرو مثلا في العشاء، اولا نحطو في الفطور اللي بغى ياكلوا. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. وفي السحور كتكون شي حاجه اللي خفيفه، نقدر ندير مثلا اي حاجه تطيح ليا على البال، مثلا ندير غير روز، مثلا ندير مثلا هذا حسوه، نقدر ندير غير البطبوط اللي كانوا تيديروا الامهات ديالنا شحال هذا، البطبوط وزيت العود وكويس ديال اتاي، تنتسحر تنشرب شويه ديال الماء مع شويه ديال التمر، وكنوض نصلي صلاتي ونعس. كنعس خفيفه وانا واكله ماكله طبيعيه ديال الدار، العجينه نعجنها في داري، الطياب نطيبو في داري، الحاجه اي حاجه نصيبها في داري. نحاول انني نبدل داك الفكر ديال غير شري 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 من الزنقه وجي حط لو بتي بان، حط هادي حط هادي حط هادي السكريات الدهنيات بزاف ديال الحوايج اللي مضرين بالصحه. هي اولا مضرين بالصحه، ما نستافد منهم حتى شي حاجه، الا جبتهم نجيبهم مره ولا زوج ديال المرات كاع الا كثرت. ونحاول انني نصلح العلاقه ديالي مع الاسره ديالي، مع الاسره ديالي. ملي تحط الفطور
نهضروا في هضره زوينه، ماشي خطف خطف خطف، واحد باغي ياكل واحد باغي ينوض، ولا حتى لا واحد شاد التليفون واحد. نغتنم الفرصه في هذاك رمضان نصلح بزاف ديال الحوايج، علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، علاقتي مع الزوج ديالي، مع الابن ديالي، مع الابنه ديالي، مع الام ديالي، مع الاخ، مع الخال، مع العمه. كتكون صله الرحم، كيكون بزاف ديال الحوايج زوينين، بزاف ديال الحوايج زوينين كيكونوا في رمضان. ما نحاولش انني رمضان كتلقى يعني المراه ملي كتفيق مع الصباح كتصيفط ولادها للمدرسه وهي داخله لديك الكوزينه، ها المحمر ها المجمر ها المشرمل ها هادي ها هادي ها هادي هادي. في العشيه رجليها كيولوا يزدحوا، وراسها دارها ما مصليه صلاتها، ما قاريه قرانها، ما دايره حتى شي حاجه. في هذا رمضان كيدوز عليها الشهر كامل نفس الموال، ما كنصليش وراه مع الوقت، ومع يلا كنتكافى غير مع هادي، ويلا كندير مع هادي، ويلا كندير مع هادي. نهار كامل وهي داخله الكوزينه، من ورا الفطور كتدخل عاوتاني الكوزينه، خاصها تغسل الماعن، خاصها توجد العشاء، خاصها توجد السحور. شهر رمضان راه ما مديورش للماكله. خاصنا نفهموا هاد القضيه هادي، شهر رمضان مديور بزاف ديال الحوايج. ايه كنصوموا، كان خاصنا ضروري ما ناكلوا، خاصنا ضروري ما نتقوتوا باش هكا الواحد يوقف على رجليه، ولكن نطيب شي حاجه اللي مفيده ليا ولوليداتي والعائله ديالي. فهذا من جانب انني هضرت عليه شحال من مره في واحد لا فيديو. كنتمنى انكم تصنتوا ليه، ووريتكم كيفاش تنظموا الوقت ديالكم، وريتكم كيفاش حتى تجمعوا الكوزينه، وريتكم شحال وشحال 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 من حاجه هكا يعني المبتدئات، الناس اللي مازال يعني غالطين في بزاف ديال الحوايج. كيقول لك تغدا نغسل الماعن حتى لهادي وندير هادي، وحده كتجرك الوحده، كتبقى الدار مرون، الكوزينه مرونه، البيوت مرونين، وانتي كتفيقي مع الصباح على واحد النفسيه كتكون عندك مدمره، يعني ما قادره ديري حتى شي حاجه. علاش؟ الطاقه السلبيه من هذاك الروينه، لا في الكوزينه، لا في البيوت، لا في البيوت ديال الدراري، لا في البيت ديالك، لا في المراح، لا في اي بلاصه، يعني في ديك الدويره ديالك كلها طاقه سلبيه. انا هضرت لكم على هذه القضيه، هضرت لكم على شحال من حاجه، وشرحت لكم وعطيتكم نصائح، وبزاف ديال الاخوات تفاعلوا مع داك الفيديو وعجبوه النصائح ديالي. هاد النصائح ما كنقولهمش انا، هاد النصائح كيقولوهم بزاف ديال الناس، وحتى انا وحده كنتعلم وكنستافد وكنتصنت لواحد النصيحه وكنبغي حتى انا نشاركها مع واحد اخر. فهذا من هذا الجانب. فكيف ما قلنا حنا هضرنا دابا على كرتون رمضان، هضرنا على الستوك، هضرنا على الشهر رمضان كيفاش خاصنا ندوزوه. فكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ويعجبكم وتستافدوا من النصائح اللي كنشارك معكم. وحتى انا كإنسانة بسيطة كنستافد من شي حوايج وكنبغي نشاركهم مع الأخوات باش هكا الكل إن شاء الله يستافد. بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم بزاف على كل التعاليق الزوينة، شكرا لكم على الناس اللي انضموا لهذه القناة، وإن شاء الله تكون قناة كبيرة، علاش لا. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش دائما الشعار ديالنا، وهي الحياه سهله مع بنت البلاد. ما تنسونيش بلايك، ما تنسونيش بالتعاليق الزوينه ديالكم، وما تنسوش ايضا الانضمام باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم.